مسلسلات كانت هتتعرض الموسم الجديد واتلغت فجأة، وطلاق ممثلة مشهورة، وكمان ممثل عربي هيشارك ممثل تركي في إعلان، ووقوف مسلسلات تركية جديدة وأخبار تانية. كل ده هنعرفه في الفيديو ده، يلا بينا. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول خبر معانا هو الغاء مسلسل عشاق مشردون، وهو كان من بطولة اكريم كوش وكمان إليدا علي شان. والغاء مسلسل حياتك ليه، كان لسه في مفاوضات مع الممثل البران للبطولة، والمسلسل اتلغى من قبل ما يمضي العقد. اتسألت الممثلة أفرا سرطاش أوغلو عن مسلسلها المفضل واللي بتشوفه حاليا، وقالت إن مسلسلها المفضل هو مسلسل هذا البحر سوف يفيض. مسلسل ميراي دينار الجديد اللي هيكون على منصة رقمية في مفاوضات مع الممثل البران اللي يشاركها البطولة. وقصة المسلسل بتتكلم عن علاقة متقلبة ما بين دكتورة نفسية وظابط، علاقة حب تجمع ما بين الممثلة هاندا أرتشل مع المنتج أونور، وهو منتج طائر الرفراف ومنتج هذا البحر سوف يفيض. رفض الممثل قلب مسلسل ليار تعرض الدور على الممثل براك، وهشاركوا البطولة نيلسو وكمان بهار شاهين، والمسلسل اتغير اسمه وبقى تحت نفس المطر، وانضم كمان ليهم الممثل أمير تكين. المسلسلات الأكثر بحثا في جوجل عام 2025، المركز الأول كان من نصيب حلم أشرف، والمركز الرابع كان من نصيب المدينة البعيدة، والمركز الخامس كان من نصيب إذا خسر الملك، والمركز السادس كان من نصيب مسلسل بهار، والمركز الثامن كان مسلسل ليلى، والمركز العاشر كان للعبقري. انضمام شغلة أرمق إلى مسلسل هذا البحر سوف يفيض، وهتكون عاملة دور نائبة وهتظهر في الحلقة الجاية من المسلسل. اتمنع عرض فيلم الملف المخفي من بطولة برين سات من عرضه في شاشات السينما، علشان قصة الفيلم بتثير الجدل عن علاقة ما بين 2 ستات. الممثلة هيلين انفصلت عن حبيبها رجل الأعمال جلال جان. للناس اللي مستنية انفصال دور بوران عن مسلسل المدينة البعيدة، أحب أقول لكم إن هو مطول معنا شوية، علشان في ناس سألت الصحفية برسين وأكدت إن هو دوره لسه مستمر. مسلسل العائلة هي الامتحان من بطولة كينان وأفرا سرطاش أوغلو هيبدأوا تصويره الأسبوع ده. مسلسل هذا البحر سوف يفيض أخذ جايزة مسلسل الموسم. وقوف مسلسلات جديدة وهم الأراضي المباركة من بطولة إنجن ويغيد كوشاك، ومسلسل الخفقان من بطولة كرم بورسين وليزجي جومار، ووقوف مسلسل المشبوه من بطولة صالح وأزجي، ومسلسل إذا خسر الملك، ومسلسل بهار، ومسلسل عيناكي كالبحر الأسود. الموسم الجديد من مسلسل حبات اللؤلؤ هيبدأوا تصويره في نهاية شهر ديسمبر. انضمام الممثل أمير بولاط اللي معروف في مسلسل حب بلا حدود انضم لمسلسل الخليفة، وهيكون في نزاع ما بينه وما بين سرحات علشان خاطر يلدز القمر فهرية أفجان من دعوة في دبي. ودي صورة نسليهان وقدير مع ابنهم. مسلسل مارت رمضان هيكون اسمه ابكي يا حبيبي، والمسلسل هيكون من نفس شركة انتاج طائر الرفراف، ولسه مش معروف اي قناة هتعرض المسلسل. اللي لسه ما عملش لايك واشتراك للفيديو ينزل يعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نكمل. تم طرد إلينا بوز من مسلسل الطبيب بعد ما كانت بتجهز ليه، ومعرفتش ان هي انطردت الا من الاخبار، وناوية ان هي تقضيهم وتعرض الدور على سيلا ترك اوغلو، بس لسه ما وافقتش، وفي الاخر لسه مش معروف من البطلة، بس بنسبة كبيرة هتكون سيلا ترك اوغلو. الممثلة زينب اللي عاملة دور فاطمة في مسلسل هذا البحر سوف يفيض اخذت جايزة افضل ممثلة مساعدة. والممثلة ليزجي جومارت أخذت جائزة أفضل ممثلة درامية. الممثلة آفا يمان والممثل براك يورك بأبطال مسلسل هذا البحر سوف يفيض أخذوا عرض عشان يغنوا على مسرح ذا فويس، وده خلال حفلة رأس السنة. بعد طرد إلينا بوز من مسلسل الطبيب انضمت رسميا لمسلسل السلطان أورهان، وهتكون زوجة أورهان الثانية، وده هيكون تاني عمل يجمعها مع الممثل مارتي يازجو أوغلو. الممثل العربي ظافر العابدين والممثل التركي باريش أردوش هيعملوا اعلان سوا وهيصوروه في كابادوكيا في تركيا، والتصوير هياخد يومين وهيتصور لسه في اخر الشهر. عرض مسلسل لن يحدث لنا شيء من بطولة ميراي دينار ومارت رمضان هيتعرض على منصة ديزني بلس في شهر فبراير. طلاق الممثلة إيرام أوغلو بطلة مسلسل أخبرهم أيها البحر الأسود بعد زواج دام أقل من سنة. كان في أخبار
طلعت ان ممثل براك بطل مسلسل طيور النار اتعرض عليه دور فاتح في مسلسل هذا البحر سوف يفيض، اللي هو هيبقى اخو عروج وايسو، ولكن الصحفيه برسيم طلعت ونفت الاخبار دي وقالت ان هو فعلا اتعرض عليه المسلسل في البدايه خالص، وبنسبه كبيره كان دور عروج ولكنه رفض الدور. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.